سلام سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد، جبت لكم وصفات. نقول لكم رمضان كريم ان شاء الله يا ربي تفوتوه بالصحه والهنا. البنات هنا نروحوا الوصفه تاعنا. بديت لكم بطاجين الحلو، ان شاء الله هي ما تكون دايما حلوه ان شاء الله. هنا البنات عندي 2 كيلات تاع ما بكيلة تاع سكر، ودرت قرفه تاع درت عود تاع قرفة سمحولي، ودرت مغرف صغيرة تاع زبدة. هنا البنات بعد ما غلا 7 دقائق هنا نلوحو كيلة تاع فواكه مجففة. عين بقرة نحيتها على جهة، والمشيمشة والزبيب لحتهم هما الاولين. على بالكم باللي عين بقرة تتسويت الطيب اصلا هي طرية. هنا البنات بعد ما فاتوا نقولوا 7 دقائق 8 دقائق هكاك عاودت هذاك هو طابولنا، ودرت لحت العين بقرة تاعي. هنا البنات كيما راكم تشوفوا زدت عليها 5 دقائق برك وطفيت. وهنا البنات راح درت شوي مكسرات ودرت شويه شبح الصفراء. انا نحب نديرهم هكا على الاول، ما نحبش نزينهم. نحب هذه هي البنات ليسونسيال. هذا هو الطاجين الحلو تاعنا بزاف هايل ويجبني بنين بزاف. تهيتكم في الجنة ان شاء الله البنات. هذا هو البنات بعد ما فاتت ساعتين صورته لكم. للاسف نسيت ما صولتش الطاولة كي على الاخر. هذا هي البنات، على بالكم تعبوا كيما نقولوا حنا كي حبيت هكاك ما نسيت طول ليسونسيال البنات. هذه هي البنات. نروحوا للتحليه تاعنا. هذه التحليه بزاف هايله تجيب الفلا. هنا عندنا 3 كيلات ونص تاع حليب، يعني كيلو بالكاس اللي عندكم. الكاس اللي عندكم عندنا 3 كيلات ونص حليب البنات. عندنا باكي تاع فلا، هذا الباكي. واللي ما عندها تاع الميزان هذاك دير 3 مغارف كبار. كيما راكم تشوفوا البنات عندي فارينة هنا ما درتش نشا. عندي 3 مغارف فارينة نورمال، ما تخافوش بالعكس التحلية تاعها تجي بزاف هايلة احسن من نشا. هنا البنات تجي كريمية. هنا البنات عندي 2 مغارف تاع كاكاو. كيما راكم تشوفوا البنات حاولوا صيروا الفارينة تاعكم، فوتوها في الصيار مع الكاكاو تاعنا. خلطوا المكونات البنات ديروا البنات. حاولوا ما تنحيوش طول يدكم عليه، اقعدوا خلطوا في المكونات مليح. شوفوا البنات بهذا القوام. ديروا في صحن وغطيو عليه غطيوه مليح باش ما يديرش القشره هذيك الفوقانيه، وحطوه في الثلاجه يا ربي نص ساعه كما راكم تلاحظوا. هنا البنات نروحو نديرو صوص الشوكولا بزاف هايله. هذه لاصوص بزاف هايله لاصوص هذه. هنا البنات عندي كاس حليب مغرف ممسوحه تاع فارينه. عندي هنايا مغرف تاع كاكاو. هنا البنات عندي مغرف كبيره ولا مغرف ونص تاع سكر. هنا البنات في المرحله هذه ما لحتاش بس نسيتها. ديروهم على نار متوسطه وقعدوا حركوا المكونات حتى تختار لكم. كما راكم تشوفوا هنا جيت ندير السكر. درت مغرف كبيره. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نلوحوا شيكولا 100 غرام شيكولا، ولا كان عندك شيكولا تاع الطالي ديري مغرف كبيره، يعني مغرف كبيره تاع شيكولا الطالي. ديروا زغبه ملح وشويه فاني هذه السائله. واللي ما عندهاش دير ساشي تاع فاني نورمال. هنا البنات درت زغبه تاع ملح. هنا البنات بعد ما فاتت نص ساعه جيت خلطت الخليط تاعي مليح وزدت له نص كاس كريم شانتي وخلطوها وشوي فاني وخلطوا المكونات مليح كما راكم تلاحظوا البنات. هنا البنات كما راكم تشوفوا تحصلوا على قوام كما هذاك القوام. هنا البنات جبت مول درت فيه قاطو، درتو في القهوه نيسكافي ولا حليب ولا اللي عندكم. درت شوي بنان. هنا البنات جبت الكريمه تاعي اللي طلعتها بالكريم شانتي. ديروها طبقه، بعدها زيدوا طبقه تاع صوص شوكولا.
اللي خدمناه. كما راكم تشوفوا البنات، اللي حابة دير في الكيسات واللي حابة دير في المول. انا الحق جاتني احسن في المول احسن. كما راكم تشوفوا البنات، حاولوا تمشيو صوص الشوكولا هذا كامل المول. هنا البنات زينوها كيما تحبوا، انا زينتها بواش كان عندي، يعني باللي عندكم زينوها. كما راكم تشوفوا البنات، هذه شوفوا البنات القوام تاعها يجي كريمي باسكو درناه بالفارينة. وتجي بنينة بالبزاف. صدقوني هذه الوصفة هايلة بالبزاف، جربوها ماكمش حتندموا. هذه هي البنات، هذه هي الوصفة تاعنا. نقولكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله. هنا البنات نروحوا الوصفة تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا البنات هذه الوصفة بزاف هايلة. هنا البنات قطعت البصلة كما راكم تشوفوا. حاولوا ديروها رقيقة بالبزاف. ديروا 2 مغارف زيت، ديروا شوي ملح وحطوها على نار ذليلة، وزيدوا لها ربع كاس ماء باش تزيد تطلق الماء تاعها هذاك. هنا البنات نروحوا الدجاج تاعنا. هنا البنات جبت سكالوب، قطعته كيما راكم تشوفوا. درت شوي فلفل الكحل، شوي مطارد، ملح، فلفل حمار، توابل الدجاج. ودرت هنايا شوي كركم وشوية كركم، درت شوي كركم وشوية كمون. وهنا درت ثوم، ودرت عصرة تاع قرص يعني في بلاصة الخل. هنا البنات حركوا المكونات مليح مليح. هنا البنات درت ما كانش عندي ياغورت طبيعية، درت البن يعني نورمال باه يجيكم الدجاج بنين وطري. هنا البنات بعد ما ذبلت هذيك البصلة تاعنا، البنات بعد ما ذبلت هذيك البصلة تاعنا زدت لها هذاك الدجاج اللي كنا تبلناه، خليهم يتقلاو مليح. بعدها هنا نروحوا البطاطا. هنا البنات عندي حبة بطاطا، شرشمتهم، قصيتهم، شرشمتهم. هنا البنات حنحمرهم برك في الكوشة ولا في المقلاة كيما تحبوا. هنا البنات درت فلفل الكحل وفلفل حمار وسكنجبير وشوي كمون وملح. هنا البنات خلطوا المكونات مليح هذاك. احسن ما تقليوها يعني هكا تجي بنينة وتجي صحية. هنا البنات كما راكم تشوفوا، حاولوا تدخلوا هذوك لي زيبيس مليح في البطاطا. انا الحق درتها فوق النار على بالي حطولي في الكوشة. هنا البنات بعد ما طاب الدجاج تاعنا هذاك زدت نص كاس كرم فخاش. زدت نص كاس كرم فخاش وخليتها غلات يا ربي 2 دقايق برك. احنا البنات هذه البطاطا تاعنا بعد ما حمرتها شوية. هنا البنات زدت عليها الخليط تاع الدجاج والبصلة والكرم فخاش. هنا البنات نديرو فرماج اللي عندكم، فرماج مبشور ديروه من الفوق ولوحوها في الفور طيب يعني وكلش طايب يذوب برك هذاك الفرماج. هذه هي البنات، نقولكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله وبزاف هايله. مي حاولوا خيروا فرماج يكون مليح باه يذوب لكم من الفوقه باسكو تاعي شويه جا يابس. هنا البنات نروحوا المملحات تاوعنا، هذو مملحات بزاف هايلين. عندي هنا عندي كاس حليب دافي، وعندي مغرف تاع خميره تاع الكسرة، وعندي شوي سكر وملح. عندي الملح، وديروا 3 مغارف زبدة ذايبة ولا ماغارين ذايبة. هذا مكان 3 مغارف 4 مغارف. هنا البنات زيدوا الفارينة حتى تتلم العجينة. هذا مكان ما تعجنوا ما تعبوا رواحكم. هذه الوصفة بزاف هايلة تاع المملحات، صدقوني صح تجي مختلفة خلاص على هذوك الوصفات اللي ما فين نديروهم. هنا البنات لموها وخلوها ترتاح. هنا البنات راح ندير الحشوة. درت حشوة سامبل يعني درت شوي بصلة ذبلتها مليح، بعدها زدت لها شوي دجاج نورمال، درت لها فلفل الكحل فلفل حمار وتوابل الدجاج والملح وشوي مطارد والثوم كيما راكم تشوفوا البنات. هنا البنات حاولوا فتتوا الدجاج هذاك تاعكم مليح. هنا درت شوي مطارد. شوفوا البنات انا درت 2 حبات سنارية صغار يعني زرودية وحبة جريوات، ربيتهم وزدتهم على الخليط ما يتبانش طول. صدقوني الحشو هذا بزاف بنين ما يبانش طول بلي راكي تاكلي في الخضرة ولا
كيما راكم تشوفوا البنات لها شوي زيتون خضر بعد ما طابت. هذه يا البنات هنا نروحوا للعجينة تاعنا. بعد ما خمرت ديروها كويرات، خليهم يرتاحوا شوية وحلوهم كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقة. البنات بعد ما تحلوها ديروا شوي حشوة وديروا فيها شوي فرماج ولا حشيوها باللي عندكم، حتى بشكشوكة نورمال جبنينة. الصح في العجينة هنا البنات هذه هي الطريقة كما راكم تشوفوا. خليوهم يرتاحوا وديروا شوي نسكافي مع شوي مع صفار بيضة ودهنهم من الفوق. خليهم يرتاحوا بعدها دخلوهم يطيبوا. شوفوا يا البنات وش هايلين صدقوني، بنان بنان ويجيو طريين وما يديوش كامل.